عارف لما حد يحكي لك كده حدوته قبل النوم، او تتفرج كده على مسرحيه خفيفه قبل ما تنام، او حتى تسمع بودكاست وانت ماشي في الطريق، او تقول لحد رشح لي فيلم او مسلسل بس يكون مختلف عن غيره؟ بالظبط هو ده فيلمنا النهارده. الفيلم بيتكلم عن واحد اسمه هنري شوجر، راجل انجليزي كده كسول ومغرور وبيعشق القمار، وفجأة كده بيكتشف كتاب او مذكرات بتشرح له ازاي ممكن يشوف وهو مغمض عينيه، وبيحاول بقى يستخدم الكتاب ده ويعلم نفسه ويتعلم القدرة دي عشان تساعده اكتر واكتر انه يكسب في القمار. الفيلم ده يعتبر سريع شوية. يعني ايه سريع؟ يعني مدته حوالي 40 دقيقة بس. يعني لو قمت تشرب او عملت لك كوباية شاي او قمت تاكل، نص الفيلم راح عليك. وده مثل الفيلم ده، يعني ممكن تخلصه في قعدة واحدة، او زي ما بنقول كده في اكلة واحدة. هتقوم تتغدى هتكون خلصت الفيلم. والفيلم ده يعتبر مكون من فصول مرتبة على بعض، يعني لازم تشوفه كله على بعضه عشان لو سقط منك حاجة انت مش هتفهم باقي الفيلم. وكمان الفصول دي هتخليك تحس ان انت فعلا بتتفرج على المسرحية، وكمان بيدعمها الالوان والديكورات اللي كانت فعلا لايقة على الفيلم ده. هتحس فعلا انك قاعد في مسرحية مش بتتفرج على فيلم كده وخلاص. لا، الديكورات والالوان، لا دي ديكورات معمولة عشان مسرحية مش عشان فيلم خالص. وده اللي قدر يوصله لنا ويس اندرسون بالفيلم ده. فعلا مش هتحس ان هو فيلم، هتحس ان هو مسرحية. والفيلم ده طريقة سرده شبه شوية جراند بودابست اوتيل اللي كانت من نفس المخرج. لو شفت مشهد من الفيلم ده او مشهد من الفيلم ده هتحس ان هو فيلم واحد، نفس طريقة السرد، نفس الكادرات، نفس الالوان. فعلا المخرج ده بيتميز بحاجات محدش قدر يعملها غيره. والفيلم ده مثلا ما فيهوش ممثلين مبتدئين او ممثلين جداد، لا الفيلم ده فيه عمالقة تمثيل زي رالف فينيس وبنديكت كامبرباتش وديف باتل وبين كينجسلي، وكلهم ابدعوا في ادوارهم. ما اقدرش اقول مثلا ان ده دور وحش او ده لا، كلهم كانوا ادوار استثنائيه في الفيلم ده. وما اقدرش مثلا نقول ان حد مثل وحش او الدور ده ما كانش لايق عليه، لان كل واحد ظهر حوالي ربع ساعه بس، فانت مش هتقدر اصلا تزهق منه. فكل واحد مثل دوره حلو جدا، وكل شخصيه هتحس انها كانت لايقه على الدور اللي بتعمله. ما تحسش مثلا ان ده ميس كاستنج او لو بدلت ده مكان ده هيبقى احسن. لا، كل واحد مثل الدور بيرفكت. Making money faster than any other person in the entire world. Interesting. His name was Henry Sugar. بس مع كل الممثلين دول ما اقدرش اقول ان الفيلم ده لكل الناس، لان ويس اندرسون ليه طريقه كده في الاخراج ما بتعجبش ناس كتير. هو له طريقته والناس بتحبها. انت هتشوف الفيلم ده لانه من اخراج ويس اندرسون. في ناس بتحب تتفرج على الراجل ده، حتى كمان في كسر الجدار الرابع كان كتير شويه. يعني انا كنت حاسس ان الممثلين هيطلعوا لي من الشاي اللي انا بشربه وانا بتفرج على الفيلم. كل شويه هم بيكلموك انت، سيبك من الممثل ده والممثل، هم بيكلموك انت. كل شويه تحس تبص في الكاميرا هم بيكلموك انت. فكان مبالغ فيها سنه، بس بالنسبه لي عجبتني. ما اقدرش اقول انها كانت من عيوب الفيلم، بس يعني كان مبالغ فيها شويه، بس تعدي يعني تمشي. بس هو ده ويس اندرسون، نفس الالوان، نفس الزوايا، نفس الاخراج. محدش بيقدر يقلد طريقته، ودي حاجه بقدرها بصراحه. والفيلم كله 40 دقيقه، يعني انا رشحهولك وبقوه. ولو انت مش عارف ويس اندرسون وعالم ويس اندرسون، خش الفيلم ده جرب، مش هتخسر حاجه. هم 40 دقيقه، يعني مجرد ما تخلص اكل هتكون خلصت الفيلم ده، وهتكون خدت تجربه فعلا مش طبيعيه. وحتى لو ما عجبكش الفيلم ولا عجبك طقم الممثلين كل ده، ويس اندرسون بيتمتع بالجمالات البصريه. يعني انت كل كادر في الفيلم ممكن تاخده سكرين شوت وتحطه ويل بيبر عندك عادي. هتشوف كل كادر هو معمول بحرفيه عامله ازاي، وهتحس ان كل قطعه متقسمه كده على المشهد اللي هي فيه، كل قطعه في مكانها. مش هتحس مثلا ان في حاجه مختلفه ولا في حاجه غريبه في المشهد، لا فعلا المشهد كله تحسه انه لوحه فنيه. وده اللي بيعمله ويس اندرسون في كل افلامه. شوف اي فيلم من افلامه هتحس ان فعلا كل مشهد هو عباره عن لوحه. وبالنسبه لي دي عبقريه محدش قدر يعملها غيره، ان كل مشهد يطلع لوحه كده. فدي حاجه مش سهله خالص. I'm a man who can see without using his eyes. He saw it, I cried. He saw that trolley. This is absolutely unbelievable. I was flabbergasted. فانت لو مشوفتش افلام خالص لويس اندرسون، شوف له الفيلم ده مش هتخسر حاجه. تجربه لذيذه، وقول لي رايك بعدها في الكومنتات. فيلم ذا وندرفول ستوري اوف هنري شوجر، واحد من احلى الافلام اللي انت ممكن تشوفها. مش عشان الفيلم ده مثلا 40 دقيقه ولا لويس اندرسون ولازم بقى تشوف السينما ولازم مش عارف ايه. فيلم فعلا حلو ومختلف، ما فيهوش اكشن، ما فيهوش رعب، ما فيهوش سي جي اي، ما فيهوش الحاجات اللي بنشوفها في الافلام دي. لو عايز فيلم من دول استنى مثلا فاست اند فيوريوس الجزء الجاي وابقى اتفرج عليه. الفيلم ده سينما وسينما بس. وبس كده، ده كل كلامنا عن فيلم ذا وندرفول ستوري اوف هنري شوجر. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وسلام.